المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا. مدرسة الفن والهندسة بعد عطلة صيفية استمرت لمدة 9 أيام تعود المدرسة مجددا لفتح فصولها مرة أخرى وسط غياب لقطاع عريض من روادها اللي قرروا عدم الحضور اليوم، ومتابعة 90 دقيقة هي مدة الحصة الكروية منازل من منازلهم. صحيح بيغيبوا عن المدرجات، ولكن حبهم للزمالك لا يغيب بل يزداد يوما بعد يوم. يمكن يغيبوا اليوم كي يعودوا غدا أقوى وأعظم. غياب نتمناه ألا يطول، فبدون الجماهير يظهر قبح المدرجات وهي خالية، ويشعر استاد القاهرة بالوحشة والغربة وهو خاوي على عروشه. الملعب اللي دوما بيستأنس مقاعده بالجماهير، الملعب اللي بيربطه بجمهور الزمالك روابط متينة لما لا فكان شاهد عيان على تتويجات الزمالك محليا وإفريقيا وعربيا وأفرو أسيويا. لذا رسالة إلى جمهور الزمالك: لا تطيلوا الغياب، فمدرجات التالتة يمين بتسأل عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بدأت بالمقدمة اللي قالها معلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا محمد الشاذلي. مقدمة ولا أروع، معبرة، أجمل ما في المباراة. مباراة تحس روتينية، مباراة تحس أجواءها ودية، الحماس والقوة والندية. تحس إن لعيبة الزمالك متأثرة بالأجواء اللي حواليها. لا شك ان احنا كل جمهور الزمالك، وانا متأكد ان كل واحد تتفق مع قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك. كل واحد فينا كان مستني صفارة بداية مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا. اللي قالك انا مش متابع، واللي قالك انا ما انا مقاطع، احنا الزملكاوية ما نقدرش. انا واحد منكم. انا كنت قاعد واستنيت الماتش رغم ان انا كانتش في دماغي ان انا هتابع واعمل. لا، انا فتحت التلفزيون وكنت بره وجريت وفتحت التلفزيون وقعدت قعدتي وشغلت الماتش. وكلنا كده، اللي متعود على الماتش يتفرج في اي حته، اللي خلص شغله وجري على البيت، واللي كان في مشواره وجري على البيت، واللي بيحب يتفرج على القهوه راح قهوته او كافتيريا ايا كان. كلنا جمهور الزمالك قعد وتابع الماتش. كلنا انفعلنا، كلنا فرحنا مع الاهداف، كلنا. مفيش حد فينا ما تشنكش، مفيش حد فينا هاجم حسام عبد المجيد، اوباما، دونج، ايا كان من في الملعب غلط. مفيش حد فينا فرح مع الاهداف. كلنا كنا شغوفين وكنا متابعين وفرحانين، وكان يعني خلاص احنا بنشوف حبيبنا نادي الزمالك ده العشق بتاعنا. شفنا وجوه اللعيبه وشفنا شكل اللعيبه وشفنا هم قد ايه متاثرين في الملعب من غياب الجمهور. وجهة نظر كشخصيا، أنا انقطاع الجمهور عن الذهاب للمدرجات، أنت بتعاقب اللعيبة، ما بتعاقبش مجلس إدارة. أنت كنت ممكن توصل تخش المدرجات، ابعت رسائلك من المدرجات لمجلس الإدارة، برضك متفق، مختلف، مع، ضد. كنت من المدرجات ابعت الرسائل اللي أنت عايز تبعتها، في كلمات، في بانرات، في لافتات، ايا كان انت عايز تبعت رساله عايز تبعتها، ابعتها من المدرج. ما تحرمش لعيبتك من جمهورهم. لعيبتك ديت في عز ما هي بتتحارب، سواء من حكام اتحاد كرة، مجالس بتاعتنا الزمالك، ادارات، ايا كان تملي بيلاقي الجمهور هو اللي في ظهره. لما يتحرم من السند بتاعه في المدرجات كمان، مش هتلاقي الجمهور، مش هتلاقي اللعيبه. يعني خلاص بقى احنا شفنا منظر اللعيبه مش في المود خالص. تحس الناس اللي بتقدم اداء روتيني، بيلعبوا عشان يكسبوا وكده اهوت. بس برضك انت السند بتاعهم كجمهور. انت مش بتعاقب مجلس الاداره، انت بتعاقب لعيبتك، واللعيبه مظلومه في وسط اللي بيحصل. اتمنى فكره انقطاع الجمهور عن المدرجات، كوجهه نظر انا كراجل مشجع زملكاوي قديم وكبير، ما تحرمش لعيبتك منك. لعيبتك هي اللي مظلومه في اللي بيحصل والاحداث اللي بتحصل اليومين دولت. لعيبه الزمالك محتاجه، نادي الزمالك محتاجه تحس بالامان، محتاجه تحس باحساس الجمهور، محتاجه تاخد الباور من الجمهور. لان لو انت كمان ما وقفتش معاهم، لعيبه الزمالك هتنهار يعني. دي رساله ولا. برضه بكمل كلامي مع جمهور نادي الزمالك.
تختلف برضك، تتفق مع مجلس الإدارة مع الضد. احنا كان في مجالس قبل كده، والمجلس اللي قبل ده كده على طول كان بياخد قرار ويقول لك هنسحب وما مش عارف ايه، ويقول لك انا راجل دولة وبيرجع وبيلعب، وكان بيروح على الزمالك حقوق كتير، وكنا بنسحب نشيل منها نقط وشفنا هم مجالس قبل كده من أيام ممدوح عباس وكمال درويش وقصص. الخلاصة عايز اقول لك ان المجلس الحالي ده انا برضك لا مع ولا ضد، انا بحكي وقائع وبقول اللي انا شايفه، وبقول بالاحداث اللي موجوده حوالين نادي الزمالك. نادي الزمالك بيتحارب من بلد بحالها، من اول وزير الرياضه لاتحاد الكوره لحكام لانديه تانية. الزمالك بيتحارب، فالمجلس ده داخل في حرب ضد، هو لوحده واعزل، ودولة بلد متكلبة عليه. آه، هو عنده مسك داخل نادي الزمالك، عنده في اللي مكفيه جوه نادي الزمالك من مجالس قبل كده تركة تقيلة. دخل على ايقاف قيد وشال القيد وجاب لعيبة ودخل على ايقاف جديد وعايزين يحرموه من الكونفدرالية وعنده حرب شرسة داخلية وخارجية. هو حط شروط، في اللي بيتحقق وهيبدأوا يتحققوا، وفي اللي هيتحقق الموسم الجديد. بس التحرك بتاعهم لا شك عمل بلبلة عمل قلبان، لدرجة إن في اجتماع وزير الرياضة بقى يقعد ويجتمع ويسمع وعايز يحل. رئيس الرابطة بيقعد. الدنيا كلها ملمومة عشان خاطر برضك هم عايزين يرادوا نادي الزمالك. هم بيرادوا وبيحاربوا من ناحية تانية. فأنت شد وارخي شد وارغي، نظام ان انت ايه، انت مكمل احنا مكملين، طب انت ارضى واحنا هنرضى، طب احنا هنعمل، طب طيب المهم ان انت ايه. هو الزمالك وبعدين ايه، هل الزمالك المضرر الوحيد في الدوري؟ لا، ما كل الانديه التانيه متضرره. بس مين بيقف ويتحرك فعليا؟ هتقول الزمالك، وانا بقول لك ان مجلس الاداره اتاخر كتير 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 ان هو يبدا يتحرك. والنقطه بتاعت اتحاد الكوره ان هو بيقول لك انت ما جيتش اتحركت غير دلوقتي، هم عندهم حق. كان مجلس الإدارة لما اتحط الجدول لقوا المؤجلات بتتلعب فيها، وإن الدور الأول لسه ما خلصش، كان من ساعتها يقول لك أنا مش لاعب غير لما الدنيا تتظبط كده يبقى عندك حق. ولما تصعد تقول لك يبقى عنده حق. لما تتصعد للفيفا، اتحاد الكورة يقولوا الجدول راح وحط لنا الجدول، والراجل ده مشي على النظام دوت، وجه عند الحتة دي عند النقطة ديت على الماتش دوت وقال لك لا. دي الغلطة الوحيدة عند مجلس الإدارة، كان لازم ياخد قرار من الأول ان انت الجدول مش هلعب الدور التاني غير لما الدور الاول كله يخلص بمؤجلاته. فهو دخل في حرب خارجيه زي الحرب الداخليه اللي عنده. هو بيسابق الزمن، بيحل مشاكله، عايز يرفع القيد اللي هو جاله، ايقاف القيد اللي جاله تاني من خالد بوطيب ومساعدين فيريرا فانت داخل في حفره عمال يطلع منها، كل ما يطلع منها تلاقي حاجه بتشد تاني تحت. الناس مضغوطة. انا برضك لا مع ولا ضد. ما تجيش انت كجمهور الزمالك تبقى المفروض انت تسند ليه كمان. هو الراجل بدأ والمجلس بدأ يتحرك ويتكلم، بدأ ينتفض وبدأ الناس تسمع له. انا بقى ما اجيش بقى ايه، هم زي ما بيزقوه تحت في الحفرة انا هم دايس عليه من فوق عشان ينزلوا جوه الحفرة مع اللي بيشدوه تحت في الحفرة. محدش فينا كان يحلم، لا انا كنت بحلم ولا انت كنت بتحلم، ان في يوم من الايام لما الزمالك يهدد ويبدأ يفعل ويبدأ ان الناس تبدأ تتحرك ويعملوا اجتماعات وبالساعات وبالايام ويحاولوا يراضوه. عارف ان في تهديدات بتيجي اوقات وممنوع، بس تهديد ممكن فعلا. انت عشان انت برضه ما خدتش قرار من الاول، انت راجل لعبت ومشيت، اول ما اتزنقت قلت لا مش لاعب. فانت في حاجات انت ممكن تقول لك مفيش كونفدراليه، انت ما احنا كان قبل 31 مارس ما كانش فيه فلوس علينا او مديونات، بس ما تعرفش اللي يحصل، ممكن يلعبوا اي لعبه عليك ما يشاركش في الكونفدراليه السنه الجايه. كده كده انت خلاص انت بعدت كمان عن، ممكن تبعد عن التالت والرابع، انت عمال يخصم منك نقط وانت مش هتلعب. فانت النقطه انت في شد وجذب
في يعني انا خلاص بقى هم بيقدموا مطالب. اعتقد ان الموسم الجديد مجلس اداره الزمالك دوت خلاص بقى انت بدات تحط اول خطوه على طريق الاصحاح والاصلاح. يبقى الموسم الجديد يبدا بجدول منتظم يتبعت لكل الناس، اتلعب فيه بقى، خد قرارك وصعد، اقف مش لاعب، يبقى كده انت عندك حق، انت كده يبقى عندك حق. انما انت تيجي بعد ما مشيت مشوار وكده عند حته معينه، وعشان التحكيم عمال يضر الزمالك من بدري. طب انت ليه ما خدتش قرار من بدري؟ ما خدتش ليه قرار من بدري؟ فانت مجلس اداره ليه اللي ليه وعليه اللي عليه. مجلس اداره متكلبش، الراجل عمال كل ما يخلص من مشكله يلاقي مشكله جايه له تاني، مشكله يلاقي مشكله تاني، عنده مشاكل تودي الزمالك في داهيه جوه النادي، تعاقب مجالس بقى وحوارات ومشاكل. هو يحاول يحل المشاكل ديت، وجه بقى موضوع الكوره واتحاد الكوره وايه. ما يجيش انا كجمهور يبقى انت اللي جبت القضيه معاه، يعني خلاص بقى قمت قاسم ظهر المجلس دوت. الناس بتحاول تزق، الناس بقالها شهور. ابدا احاسب من الموسم الجديد، الموسم ده مش تبعهم، مش بتاعهم. الموسم الجديد ليهم فرصه عشان نفسهم. انا لا مع حسين لبيب ولا مع غير حسين لبيب، انا مع نادي الزمالك، انا عايز مصلحه نادي الزمالك. في حاجات بدأت تستجاب ليها، في حس ان نادي الزمالك بدأ يتسمع له. انا اقف بقى في ظهر مجلس اداره، ما يبقاش انا الناس بتحاربه من بره ومن جوه، وانا كجمهور برضك أو انا ابعت له رسائل عتاب، عتاب مش هجوم. الناس دي كتر خيرهم في الاجواء اللي هم استلموا فيها النادي واللي هم ماشيين فيها دلوقتي، واحنا عاملين نضغط عليهم من فوق من فوق. وحقك تضغط وحقك تزعل كجمهور نادي الزمالك، وحقك ان انت تقول ليه ما كملتش. كل ده حقك 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 برضه. بس انا ولا انا ولا اي واحد زملكاوي عايشين في الاجواء اللي فيها الرياضة في مصر كان يحلم في يوم من الأيام إن إن نجيب مجلس إدارة الزمالك ومسؤولين الزمالك ويتقعد على ترابيزة اجتماعات، وجيب وزير الرياضة وجيب رابطة الأندية، وطب إيه اللي يرضيك، طب هنعمل كذا، طب هنعمل كذا، ويحاولوا يراضوا نادي الزمالك، يحاولوا يراضوا نادي الزمالك عشان يعدوا الموقف. أنت عملت حالة في الوسط الرياضي في الماتش بتاع الأهلي، طب أنت ما كملتش لإيه؟ أنت بدأت تاخد حقوقك واحده واحده، مش هتيجي مره واحده. خلي بالك كل حقوق مش هتيجي مرة. اي واحد يضحك عليك يقول لك ان انت تحقق كل حقوقك كلها مره واحده، يبقى انا بحلم وانت بتحلم. احمد عفري كان قال الكلام ده برضو، ان انت لو حاولت تجيب كل حقوقك مره واحده يبقى احنا كلنا بنحلم. احنا بنحاول نصحح الماضي اللي مترتب عليه الحاضر دلوقتي، بنبدأ نشوف بكرة عايزين يبقى إن إحنا أقوى. فإحنا بدأنا نزرع أول بذرة في اللي إحنا عايزينه بكرة، هيتسمع لنا لما ابتدي صح، وفي الوقت الصح أخد القرار الصح. إن أنت يوم ما هيحصل تلاعب، لا أنا ستوب، أنا مش مكمل. أنا حصل معايا الموسم اللي فات كده، أنا الموسم ده مش هسكت، أنا هصعد. أنا عايز حقي زي بقى حق الناس دي. النادي الفلاني ما بيلعبش في اسماعيليه، انا مش هلعب في اسماعيليه. زي ما انا بروح اسماعيليه وفي تكافؤ فرص، يبقى الناس دي تروح اسماعيليه. غير كده انا مش مكمل في الدوري ده، مش مكمل الموسم ده. كده بقى تبدا تحط ليك قواعد واسس ومطالب على حق. اترفض يا باشا، انا مش مكمل في الدوري بتاعكوا ده وانا مصعد، مفيش تكافؤ فرص. بس انا ده ما يروحش اسماعيليه، انا مش رايح اسماعيليه. ده ما يروحش المحله، ده مش هروح المحله. ده ما بيلعبش على المقاولين، انا مش هلعب على المقاولين. خلص الكلام، عدي الموسم دوت وابدأ حط شروطك وقواعدك ومطالبك لرابطة الأندية، وشوف رد فعلهم ايه. لقيت حاجة مش من مطالبك ما تنفذتش، خلاص يا باشا من أولها، من أولها أنا مش مكمل، أنا ستوب، أنا مش لاعب وهصعد. كده يبقى أنت صح. لما ما تجيليش بعد فترة من فترات أنت لعبت الدور التاني كله تمام،
تيجي تقول لي تطلب دلوقتي تطلب، وعملت حاله والناس بدات تراضيك. فانا رساله جمهور الزمالك، نقف. الزمالك محتاج فتره هدوء الفتره الجايه دي. احنا هتبقى في فتره انتقاليه، فتره ما بين استرداد الحقوق وان الحق يجي لي، ان انا بطالب استرداد الحقوقي وان الحق يجي لك. فتره الزمالك بمجلس ادارته بلاعيبته بكل ما يشمله من منظومه محتاج الجمهور في ظهره. احنا طول عمرنا احنا اللي في ظهر الزمالك، احنا في ظهر الزمالك عشان خاطر شعار نادي الزمالك، عشان خاطر كيان نادي الزمالك. ما تنساقش ورا اي كلام يضيع مستقبل نادي الزمالك. انا قلت كل اللي عندي، تتفق معايا تختلف، في الاخر احنا ورا شعار واحد هو اسمه نادي الزمالك. انا خلصت كلامي بالنسبة للمدرجات والجمهور. هتكلم شوية عن الماتش. طبعا هو ماتش، انا قلت ان هو ماتش روتيني، ماتش تحس ان هو ودي، بس في كام نقطة اتكلم عليها. هبتدي بمحمد صبحي. محمد صبحي محتاج الفترة الجاية ديت، بدأ يتألق. جمهور الزمالك هاجمه كتير، بس جمهور الزمالك ليه محمد صبحي ليه الفضل الأول بعد ربنا إن الزمالك يطلع كسبان في الماتش دوت. محمد صبحي أنقذ أكتر من هدف كان يبقى لسيراميكا كليوباترا. محمد بسام أنا شفته أهو. أنا وجهة نظري قلتها قبل كده إن محمد بسام مش الحارس القوي اللي أنت الناس يجري وراه. في الدوري المصري كله مفيش حراس مرمى أقوى من اللي عندك. فأتمنى إن احنا نحافظ على محمد صبحي ونديله الدعم والثقة. محمد شحاتة خلاص لا غبار عليه، راجل لاعب، راجل في الملعب، راجل راجل. خط الدفاع اليوم دوت ما كانش في الفورمة بتاعته. حسام مجيد انت ماشي في سكة ان انت عمال تنزل تنزل تنزل، خلي بالك انت ممكن ما تلاقيش مكان ليك في الملعب بعد كده تاني لو الزمالك جاب مدافعين تانيين. اتمنى تفوق لنفسك. انا كنت اتكلمت قبل كده، كان في تحليل ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا لو حبيت ترجعوا له تاني. انا اتكلمت عن سيراميكا كليوباترا ان هو فرقه قويه هجوميا، شرسه هجوميا، واحنا شفناه دوت ان هو بيوصل لجول نادي الزمالك بسهوله لولا محمد صبحي والدفاع. كان ممكن النتيجه تبقى طلع اهداف كتير يعني. هم عندهم قوه هجوميه وانطلاقات وصراعات رهيبه، وضعاف جدا دفاعيا بالذات في الكروسات. عرضيات شفنا الزمالك جاب كام جون من العرضيات، 3 اجوان او 4 اجوان من الزمالك عرضيات، او شوطه الجون بتاع دونجا بضرب من كورنر واتلعبت واتشاطت ودونجا كملها. الخلاصه ان هم عندهم ضعف في العرضيات، التغطيه العكسيه، عشوائيين في الدفاع، سهل ان انت تضربهم بالكروسات بالبينيات بالانطلاقات بتاعتك. اما فرقة بتتكتل ناحية الكورة وبتسيب أماكن كتير فاضية عكس اتجاه الكورة. فأنت مجرد إن أنت تلعب الكورة عكسية في الأماكن الفاضية سهل تضرب دفاع سيراميكا. فأنت شفت إن أنت وصلت للجون كام مرة، شفت إن أنت خلقت كام فرصة. الماتش ده كان ممكن يطلع بسكور كتير من هنا ومن هنا. تمام، سيراميكا جات لها كام فرصة خطيرة والزمالك جاب له كام فرصة خطيرة. فإنه يدل إن أنت الزمالك استغل نقطة ضعف سيراميكا في خط الدفاع، وسيراميكا وصل للجون عنده بقوة خط هجومه، وإن خط دفاع الزمالك دوت ما كانش موفق بالدرجة الكبيرة إن هو يقدر يوقف خطورة هجوم سيراميكا كليوباترا. ماتش أعتقد إن ماتشات الدوري الجاية ديت هتبقى فرصة إن أنت تجرب لعيبة جديدة. شفنا عمار ياسر، شفنا أول ظهور لمحمد عاطف أو تاني ظهور، بس ده يمكن أخد وقت ده أكتر شوية. مش هقدر أحكم عليه من كورة عمالة باص كده. بس أنا أتمنى بقى الفترة الجاية ديت مادام هو خلاص هو تحصيل حاصل، كل ماتش أجرب 3 4 لعيبة مع المجموعة الأساسية بتاعتي، أبدأ أقيم اللعيبة أشوف مين اللي يستحق يكمل معانا الموسم الجاي، مين اللي خلاص اللي مش هيقدر يكمل معانا، بحيث ان انا لما اللعيب يمشي يبقى جمهور الزمالك مقتنع ان اللعيب ده فعلا كان اخد الفرص وما يستحقش ان هو يكمل في صفوف نادي الزمالك.
اتمنى من جمهور الزمالك يبدا يرجع يساند فرقته ولاعيبته، لان هم محتاجين الفتره اللي جايه دي. نخف شويه عن مجلس الاداره برضك. احنا لازم نقف ورا مجلس الاداره وندعمه. والموسم الجديد، يعني الموسم الجديد نبدا نشوف هتبقى تقدر تهاجم المجلس، تقف معاه من الموسم الجديد. لان الموسم الجديد انت هتشوف المطالب بتاعتنا دي بتتنفذ ولا لا. لان بنسبه 80 90% صعب تنفذ الموسم ده. خلينا واقعيين وخلينا متاكدين وخلينا على يقين ان احنا الزمالك مش هياخد كل حقوقه مره واحده، هتيجي واحده واحده بدعمنا لمجلس الاداره، بالمطالب المشروعه اللي مجلس الاداره هيطالب بيها، بس يبقى اختار التوقيت الصح ان هو يطلب بيها حقوقه. رسالة لجمهور الزمالك أتمناها توصل للكل.